السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتكم وحشتوني وانتوا عارفين. شكرا لكل الدعم الحلو ده. وحشكوا الطقم والبزازة ديت وكل الحاجات دي. بق اديكوا درس النهارده بقى. نزل لكم كمان الميكنج بتاع الفيديو بتاع ابن اختي فاخر المساخر ده، تتفرجوا على كوميديا بجد بقى. كل حركاتي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلموا ايه؟ على الطالب المصري. بص، كل الطلاب في العالم في ابواب مفتوحه لهم، احنا عندنا الطالب المصري محاصر من 3 حاجات. اب وام بيدعموه انه اغبى خلق الله، ليه ما تفهمش؟ يعني المفروض دي جريمتكم، اعترفوا انه عنده عقل. لا 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 لا. ومدرس بيقنعه بده، يعني المدرسين في التعليم بيقنعوك ان انت مخلوق ملكش لازمه، ومنهج بره عن ابعاد خيالك. يعني نبدا مثلا بمرحله الابتدائي. المفروض المرحله الاساسيه بتعلمني ايه؟ الحاجات اللي انا افهم بيها في الدنيا وتساعدني. انما احنا في مصر بيبقى عندنا موضوع متطور شويه، تلاقي الام رايحه على المدرس، تمام، معلش يا مستر هاخد عندك درس. ولو ما خدش درس بقى الولد يا عيني. انا عايز افهم حاجه، هو مين اللي قال لكم ان احنا لازم نتدرب واحنا صغيرين؟ كل مدرس داخل بعصايه. يا اسطى هم خرفان هتهشهم، دي بني ادمين، تمام، ويضرب وايه. ولما يجي بقى ايه اب ولا ام يروح يقول لهم ابنكم ما بيفهمش، ابنكم لعبي، ابنكم بيهزر في الحصه. هو انت بتحفظوا قران يا اسطى؟ ده انت تبص للمنهج بتاعك يتف عليه واسلوبك. انت اوعى تفكر ان انت مدرس، اوعى. نظام انت بتتعامل مع العيال ان انت عبقري وبتتكلم مع حشرات عشان يفهموك. اقعد في بيتكم يا اسطى، ما تضرناش. اوعى تفكر ان انت بتدعم التعليم، انت عار على التعليم. انت اللي شبك بيشتروا التعليم بيه. فيا عيني العيل بيخش قدامه محطوط في 3 حاجات في مثلث خان مخنوق. يعني مثلا وكله هتعدي عليه اللحظه دي. كام عيل مننا او اللي عندنا لما شاف فيلم ما عاش اللحظه ومثله؟ لا الام او الاب، ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ده هبل. ده عنده حاجه اسمها الفن، يتذوق الفن. لا لا موت. تمام. خش الابتدائيه بقى ايه؟ مدرس قصاد كده. ايه يا عم انت داخل تحارب؟ داخل بقصاد ليه؟ ده عيال، ده ما يجيش جنب ركبتك حاجه. ودين وطن. لما تيجي تروح بقى للمدرس ابنك غبي، لما تشتريه بالفلوس عادي، ابنك ما اتضربش. ويقعد بقى في الدرس المدرس مفنشخ. ياما ماما جايبه الكيكه وجايبه كوبايه الشاي، اتفضل يا مستر ال 70 80 جنيه. مستر تلاقي كرشه بسم الله ما شاء الله، ويقعد يفهمهم ايه يا حماده انت ايه ما تخافش مني. لازم يخاف منك. انت وبا، انت مرض اسمه انا غبي، انت عمال توديهولي. محدش بيشرح بما يرضي الله، محدش عايز يشرح حتى. وكل ام واب ايه طلعت بملحق، طلعت جبت كحكه. ما يجيب كحكه وغلط في المصحف يا جدعان. احنا البلد الوحيده اللي القران عندنا بره المنهج يا اخي. 30 40 احا. خش بقى على المرحله بقى الثانيه بقى. انت طبعا ما تاسستش في الابتدائي. مدرسين الاعدادي بقى يعاملوك معامله ان هم بقى بيدوك العلم العظيم. انا مالي، انا اتش 2 تو زي ثاني اكسيد الكربون مش عارف يديني. انا ليا فيه، انا كطالب في اعدادي انا ليا فيه ايه؟ والافشخانات بقى في الاعداديه. تلاقي مدرس الرسم يقول لك ايه؟ استاذ احمد طلعان خد حصتي. حتى الموهبه بيدفنوها. وبرضك هو المنهج المصري. انت غبي، انت مالكش فرصه ان انت تفكر ولا تحلم ولا تعمل اي حاجه. العيال قدامك غير ايه؟ تجري على الكوره يا البلاي ستيشن. بس عايز يطلع موهبته. ناس جيش محاصره 11 سنه تعليم محاصرينه ان انت حيوان ماشي بالعصايه والكرباج، مع انك انت ما اذنبتش بس هتتضرب. يعني يا ابن الكلب مش عايز تتعلم، هو ده التعليم. تتفرج يا عيني عندنا حالات في اسكندريه المدرس قتل عيل. ده انا لو عيل والله العظيم لو ابني قسما بالله وتربه الغالي وحات امي وحات ما بيقول رب يرزقها الفردوس الاعلى من حسابه وسبكت عذاب، اموت دين امه. روح قدام روح، يمسك ابنه اقتله قدامه.
انما القضاء قتله 3 سنين مع كافي التنفيذ. تطلع بقى المرحله الاعداديه، مع المرحله الاعداديه دي بتبقى البلوغ. كل مدرس بيتعامل معاك اللي هو ايه؟ طبعا انت حيوان مش طالب عنده، انت حيوان مطلوب منك تتضرب وتتشتم وتاخد درس، وابوك وامك يساعدوك، يقول لك لا لازم تاخد عند المدرس اللي يستقصدك. ما يستقصدني، وهو لو مدرس ناجح وبيعرف يعلم والله هفهمه. ده احنا احلى فطره عقلنا ده بيبقى عنده ايه؟ يعني اقول لكم الفطره بتبقى عامله زي النبته كده، حاجه حلوه، كل ما تديها ميه كل ما تطلع. انما لا، انت ما بتفهمش، انت اخرك طالع. بص بقى تحطيم النفس بقى، اخرك دبلوم صنايع. تطلع يا عيني الولد يطلع من الاعداديه بقى حلو بقى الثانويه العامه والكليه ويبقى حاجه على طول الاب والام. لا لا، احنا مش حمل فلوس الثانويه العامه. تخش الثانويه العامه يا اسطى احازه ملانش على اللي بتشوفه، شويه حيوانات مش مدرسين، شويه حيوانات. والطلب بقى العظيم انه بيديك ايه؟ مش هو بقى اجير وانت تعرف تشتري علم وده من اي مدرس بالفلوس وهو قال لي قيمته. لا 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 لا، هو بيتعامل معاك معامله عصيبه، ان هو عنده الكنز اللي مش هيديهولك، الطريقه السحريه اللي تخليك بني ادم. هو المنهج. انت حيوان. ثانيه واحده، كتر الحيوانات ايه؟ بق تاني عشان عارفين يا جماعه في السعوديه في تجربه حلوه قوي. في الابتدائي بيخلوا العيال ياخدوا في الصيف دوره جوه المدرسه ازاي يعملوا السباكه. سنه تانية ازاي بيعملوا اللمبه ويحطوا الستارتر ويعملوا الدايره الكهربائيه. في الصيف دوره تدريبيه بيخلوه بني ادم مفيد للمجتمع. احنا لا، انت وبا احنا عايزين نخلص منه. ويعني العيل يخش الثانويه العامه خلاص هو محمل باهانات واسلوب حقير وتربيه قذره وضرب واهانه. فين الادميه في التربيه؟ تلاقي الاب راح للمدرس يقول له كسر وانا اصلح. يا برود امك يا اخي، يا برودك يا اخي، مش كفايه انت بتأذيه بجهلك؟ لا كسر وانا اصلح. الطالب المصري عندنا لازم يهجه، انه من بقاله من يوم ما ربنا بيخلقه لغايه ما يخلص كليه هو من جواه حاجه كده من هو طفل. ادوني فرصه اكون الحاجه اللي انا عايزها. يعني حتى لما الواحد بيجيب مجموعه في الثانويه العامه ما عندكش روح اختيار. اوعى تفكر ان انت عندك روح، هو التنسيق. طب افرض انا مثلا انا راجل مثلا ايه ادبي، تمام؟ انت بتخنقني بالادبي ده، ما تسيبني اتعلم كل حاجه. انا راضي ذمتكم التعليم في الثانويه العامه ده حاجه. ومن هنا تظهر مشكله البطاله. يعني ليه؟ كله بيرمي على الدبلومات، يلا 3 سنين واقلب 3 سنين واقلب، فتظهر لك كميه بشر معاه نفس المؤهل وانت مش هتعرف تصرفها. الكميه كتير والتوزيع قليل. ويبدا الغبا من هنا. خلاص الشاب بقى عنده 21 سنه بقى له عمره كله بيتقال له التحمار، لازم تمشي بالضرب، لازم انت لازم حد يشدك. لما تيجي تسال بقى ايه شاب 22 23 سنه تقول له ايه؟ هتعمل ايه؟ مش عارف. يعني عجز، عايز اللي يسحبه زي البهيمه. ما بقى له عمره كله بيتضرب وبيتسحب. جت على دي. والمدرسين يا جدعان يعني بالعقل كده، اوعى تفكر ان انت ذو علم. انت بتتشرى، انت زيك زي اي سلعه، انت زيك زي الجزمه اللي انا بشتريها. طالما انت بقى عندك شخصيه ومعلم وبتجتهد وكل مدرس تكلمه. طب هسألك سؤال، انت كمدرس ليه بتترعب لما الموجه بيجي؟ فاحنا بنشوفك وانت قدام الموجه اتكلموا يا اولاد وبتاع، مالك بتقلب سونيا الرقاصه ليه كده؟ لما الموجه بيجي بتقلب سونيا ليه؟ طالما الموجه جه انت قلبت سونيا. فاحنا بنفهم النظام. احنا بنقول ما هو النظام ماشي كده. انت حيوان وهو جاي بالعقاب يعيشك ويديك بالجزمه عشان تعرف تمشي. فاحنا هنمشي على هذا المنهج. بنشوفه فيك يا ايها المعلم. شوقي يقول لك كفل المعلم. اقف لمين؟ ده بالجزمه يجي يديني الدرس. معلش يا عم شوقي، اقف لمين يا شوش؟ اقف لمين يا زميل؟ قال اقف للمعلم. ده كان ده مره وسخه، ده يتجاب ب 70 جنيه. واقعد احط رجل على رجله. يا مستر النهارده ماليش مزاج اتعلم، امتحان يا مستر، واتلاقى اتفرج عليه بفلوس ابويا.
والاب دايما مش شايلها للولد. وانت لو ما بتاخدش دروس لا يا راجل. والطاقه السلبيه اللي انت طايله اللي هو لا انت مش هتفهم لازم تاخد درس، لا والولد يعني قعد تقول له مش عايز المدرس ده، خاف منه كرهه. لا انت هتاخد عنده. حتى اختيار المدرس مش موجود. لكن احنا بقالنا 30 سنه بنطلع للمجتمع بهايم في صوره بني ادمين. بهايم علميه. ولا قادرين ياخدوا قرار ولا عارفين يتحركوا ولا احنا عايزين اللي يشدنا. تيجي تخش اي شغلانه تلاقي المدير يعمل لك ازاي؟ انت مش فاهم انا وصلت لده ازاي؟ بالكوسه يا اسطى. اوعى تفكر انه بمجهودك. انت لو كنت ناجح بمجهودك والله كنت هتراعي ربنا في العيال دي، انما انت لا. بتطلع العقده اللي جواك، اللي اتشتمته وانت بتطلع السلم بتضربه في العيال. الطالب المصري عندنا تبص مثلا لتجربه الامارات، انا بحترم الامارات في حاجه واحده، عرب اخواتنا، على الاقل اخويا ناجح وانا فاشل. مش هغل عليه بقى وبتاع والكلام ده، لا اخويا افرح. العيال دلوقتي بتتعلم بالايباد، الله اكبر ربنا يزيدهم. عرفوا قيمه يا جماعه الثروه البشريه دي. انا كنت في يوم من الايام هعمل دبلومه في استثمار الموارد البشريه. دبلومه في استثمار بقى، وكنت حلمي اخش كمان واعمل الماجستير وبعد كده اطلع دكتوراه. استكشفت ان في مصر ما ينفعش. الثوره البشريه او الثروه البشريه بايظه، متخرمه من جميع الحاجات. وتبص مثلا المدرس اللي هو الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي الاجتماعي ده بيقتلني. اي مشكله يقول لك هات استدعاء ولي امر. يعني الاب بقى رايح او الام المدرس بتاع الاخصائيه الاجتماعيه ده او الابله بتاعت الاخصائيه الاجتماعيه قمه الفشل. لا ابنك بيتعصب وبيضرب صحابه، ابنك بيعمل لا مؤاخذه حاجات مع اصحابه. السؤال بيطرح نفسه. انت بتسالي اسئله مش في منهج يعني او تخصصك. هو في مشاكل في البيت؟ انت مال امك؟ انت مال اللي جابتك؟ في مشاكل ولا مفيش مشاكل؟ يعني في مشاكل. ما يعني الولد اصلا ضرب صاحبه ليه؟ من كتر الكبت اللي عندهم. يعني هو الولد قاعد طول المدرسين بيشتموه وبيضربوه، لسه اصحابه هيقلسوا عليه. يا نهار اسود. الطالب المصري يا جماعه ادوا لهم فرصه. انا جبت لكم يعني تجربه زي السعوديه وتجربه زي الامارات. احنا كبرنا يوم ما نعمله دوره رياضيه، النشاط الرياضي في الصيف كوره. كوره ايه؟ كوره ايه؟ السعودي بيطلع انسان مفيد لمجتمعه. ليه؟ هيفيد البيت، هيعمل السمكره، هيعمل الكهرباء، هيساعد. انما احنا بوم. شفتوا التتنيحه الغبيه دي؟ هو كده بوم. احنا بنحولهم من بني ادمين ربنا نعم عليهم بالعقل لحيوانات. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. المدرس بالنسبه له ان الطالب لو بدا يسال يبدا يشوط فيه. ليه؟ عشان غيره ما يسالش. وانا قاعد اشرح، طب المكم ازاي في كورس ولا في درس؟ حرام يا جدعان، راعوا ربنا. احنا نتسال على العيال دي. وكل واحد بيجي يقول لك انت ازاي تتكلم قدام ابنك؟ ما سيبه للشارع يربيه. وكده كده بيسمع الكلام الوسخ، وكده كده بيسمع الاباحه، وكده كده بيتفرج على الوساخه. يبقى انا اولى بابني، انا اطلع بيه بس باللي انا عايز اوصله له. مش لا اسيبه وغير يسيبه والمدرسين يبقوا يشتروا في العيال وقفوا نمو دماغهم. يا جدعان ده احنا والله العظيم ثلاثه احنا بقى الابهات والامهات ثانويه عامه. لا ايه يا جدعان؟ وزاره التربيه والتعليم ارحمونا من المناهج بنت العرس دي بقى. دي عفنت لدرجه انها خلاص بقت رمله. وانت بقى يعني انت برضك في الثانويه العامه عندي مشكله. انت بتعلمني ايه؟ انا بقى بدات ابلغ وبقيت ابقى راجل. جرير يهجو الفرزدق. اتنين بيشتموا بعض مستنيه ابقى مؤدب. يا اخي يا حي، يا اخي يا حي على اللي انت بتعلمه لي. يا اما مش عارف مين بيمدح الملك. ولو تلاحظوها في الثانويه العامه الثلاث سنين في العربي دايما يعلمك المدح، تطبيل. فلان يهجو يخلصك من الشتيمه يدخلك بقى. فلان يمدح الملك. امير الشعراء كان يمدح لما راح فرنسا واتحبس واتنفى. كله مدح. ولما تيجي تسال مثلا الدول الاسلاميه العباسيه، الدوله الامويه وقعت ازاي؟ يقول لك لا من ضعف الدوله. لا يا راجل، ما تقول من ان الشعب طغى منهم. ما يعلمكش ده، ما يعلمكش ان ما عندك عقل. يعلمك ايه؟ تطبل وتمدح وتطاطي
وتاخد على قفاك. ده المنهج يا جدعان. انا لبست اصلي بهاء الدين، فاكرين لو حد كبير عارف الجيل الاسود بتاع بهاء الدين ده احيه. والنماذج لازم النماذج وتدفع ال 40 جنيه، مش عايزهم انا باخد دروس، لا بهاء الدين لازم ينزل نماذج. جاب لنا دكتور اطفال في وزاره التربيه والتعليم. كفايه كفايه، حرام عليكم يا سيسي، التعليم بايظ يا سيسي. والام والاب ابنكم مش غبي، انتوا متخلفين، ده مش ذنبنا، بس الولد ده ربنا يعطيله عقل هيطلع بيه. عرفتوا ليه كل عايز يطلع بره؟ عشان جواه مدفون حاجه قد كده اسمها ايه؟ حلم. من كتر ما انت بتخنقه وبتكتمه وبتضلمها عليه يعني ما بيشوفوش. اذا لم تستطيع ايه؟ اذا لم تستطيع المقاومه فحاول ان تستمتع، وده اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. طالما انت مش عارف تعمل اللي نفسك فيه يبقى ارضى باللي انت عايش فيه. هو ده اللي مكتوب على التيشيرت. وحشتوني.